من 100 سنة واكتر كانت الدولة المصرية ظروفها الاقتصادية أفضل. لما كانت ظروفها الاقتصادية أفضل لم تنسى أبدا إن هي تبقى دايما تساعد وتتعاون من أجل الخير والبناء. اللي بيألمني أتصور إن إحنا نرى البعض منهم دلوقتي لما الصورة اتغيرت، بدل ما بيمدوا ايد التعاون والبناء لمصر بيدوروا على هدم مصر، بيدوروا على وبيجهزوا قنواتهم وبيدفعوا فلوس لناس عشان يهدوا بلد فيها 100 مليون. انا بقول للمصريين هو ده رد الجميل، بقول للمصريين مش بقول لحد تاني، هو ده رد الجميل اللي اتعمل خلال ال100 سنة اللي فاتوا، واللي مصر كانت دايما ايديها كلها طيبة ونواياها كلها طيبة للآخرين، يبقى رد فعلهم ان هم عايزين يهدونا ده رد الجميل. انا بقول للمصريين ليه اوعوا حد يهد بلدكم ويقول لكم كلام كذب وتشكيك وجهل وقسما بالله يرقى للخيانة وللتآمر. أنا بقسم بالله سبحانه وتعالى، بقسم بالله سبحانه وتعالى قسم أتحاسب عليه قدام ربنا، ده تآمر، ده بتهدوا الدول ليه؟ عايزين تهدوا الدول ليه؟ مش عايز تساعد؟ احنا متشكرين، بس كمان ابعدوا عننا بشركم. ده فيها 100 مليون عايزينها تتقاتل وتتخرب. الوجه الحقيقي اللي قدامكم اللي بتعلنوه للناس التغيير، لكن الوجه الخفي التدمير. هقولها لكم تاني، الوجه المعلن اللي انتوا بتقدموه للناس التغيير للأفضل، وقسما بالله الوجه الخفي هو التدمير، تدمير الأمة وتضييعها. خلي بالكم، خلي بالكم، ده لمين؟ ليهم هم مش هيبطلوا، للمصريين. ده الجميل اللي بيترد للمصريين للي عملوه من 100 سنة. طبعا في أشقاء لينا واقفين جنبينا أو وقفوا جنبينا لما كانت ظروفنا صعبة، ليهم كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام. أما الآخرين فمن فضلكم كفوا ألسنة الكذب والتشكيك.